السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد مع مواضيع جديدة ومع حياة اللي كيعيشوها الناس في اوروبا. اليوم موضوع جديد، وما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك فضلا وليس امرا. اليوم غنهضر على واحد الواقع المر اللي كيعيشوه الناس في اوروبا. ماشي الانسان كيكون عايش في اوروبا، راه كيقولوا راه الناس كتعيش حياة قاسية. هذه واحد السيد، واحد البنت كانت عايشة في المدينة وتفاهمت مع الخطيب ديالها وتزوجت في العروبية. والانسان البنت الا بغات الراجل كتمشي معاه، كتضحي معاه، وتلقات زعما حياة شقية، حيت الانسان كيكون ما يعرفش بزاف الحوايج في الشقه ديال العربيه. وهكاك زعما تعلمت وما بغات الراجل ديالها تتعلمت بزاف الحوايج. الراجل ديالها كيعيش هنا في ايطاليا. تعرضت واحد النهار واحد العنف من الجنوب. الخو الزوج ديالها ضربها بشي حجره، وكانت مسكينه غيبات، ومن وراها الراجل ديالها جا وحضر ليها، ومن بعد ولا كيفكر باش يديها لايطاليا. المهم قصه حياه موجعه، حياه مره. جات لايطاليا، سيد قايم بالعمل، موفر لها كل شيء. في الصراحه ولد الناس ويني انسان كاين اللي العائله ما كيخلوش هذاك الولد يعيش الحياه ديالو. الا كان عايش مزيان مع ديك المراه ومع الاب ديالو، كبر في السن وبقى كيجي كيبرك معاهم بزاف في ايطاليا. هي جابت وليدات زايدين وزادت ولدات هنا في ايطاليا. المهم عايشه مزيانه، واخا ما خدمتش، عايشه موفر لها كل شيء. واحد الوقيته الشيخ ديالها ولات كتسمعو كيحرش عليها، كتسمعو كيحرش عليها سميتو الراجل ديالها. قال ليه طلقها، اش بغيتيها، شنو عجبك فيها، شوف رجليها كي دايرين. وبالهذا قالت لك السيده انا قالت لك رجلين ديالي ديما مغطيين. شوف كيفاش الانسان ملي كيدخلوا الوسواس وكيكره واحد الانسان كيحاول كيبغي يدمر الحياه. والله اعلم هاد العجوز مسكين واش مرض، كيكون مرض النفس وكا حقد، ما كتعرفوش الواحد. الله اعلم كيفاش مشاكل كتخليه كانسان كبير وكيدير بحال ما هكايا. بقى الولدو تيتصنت ليه، ما تيقول ليه حتى شي حاجه. هذاك تيهضر وهذاك تيتصنت. ما طال المد بقى ديما تيقول لي ملي كيجي تما ديما عندهم مشاكل. ملي كيجي هو كيدي لانتريد ديالو كيبرك بزاف شويه تما، ديما عندهم مشاكل عائليه، ديما عندهم. قال ليه ما تطيقش فيها، ما تخليهاش تخرج، عضي معاها، دير من هنا. هادي سيد بلقى كيتشرجا داك الولد كيتشرجا داك الشيء بحال اللي كتقولي كيوسوس ليه في الراس، بحال اللي مرض الولد ديالو ولا كيحضي بزاف مع المراه. فين غادا، فين جايه، ولا بحال اللي كيشك، يقول هذا واقيلا با شاف عليها شي حاجه ولا علم الله شنو ولا كيدور ليه في راسو. صافي هي هذيك ولات فين ما مشات كيقول لها ديري لي سكرين مصوري ليا. فين ما مشات يقدر يقول لها ديري لي فيديو كاميرا نشوفك شنو كديري. صافي مرا مسكينه ترهقت، تعذبت ديما. هما ماشي عايشين هاد المشاكل عائليه ديال شد ليا نطلق لك، ديال فين مشيتي، فين جيتي، مع من دويتي، مع من كنتي كتهضري، مع من. ولات الحياه ممله. واحد النهار ولا كيخدم الخدمه ديال الليل، ديك الخدمه ديال الليل ولا كيقول لها ديري لي فيديو كاميرا وبقاي انا نشوفك حتى الصباح. وهذه هي الضربه القاسيه باش الانسان يبات فايق حتى الصباح. هو فايق باش يشوفني انا فين كاينه، باش يبقى زعما كاينه بقى مهدن. زعما صعيبه. كاين اللي عنده وليداتها، عندها زعما باش الانسان ما كترضيش. غير حنا كعيالات ما كترضيش الراجل يشك فيك،
كتسماي بحال اللي انتي راك شريفه، وكتسماي بحال اللي كيوسخك، كيدير فيك شي هذا بحال اللي ما كترضيش الصراحه. مهم صافي المراه تراقت من الخاطر، صافي داكشي فات ولا مرض، ولا داك الشك ولا مرض، ما بقاش عادي. صافي وهي تقول لي ولد الناس هادشي اللي كدير معايا راه ما تليش قادره عليه، راه بزاف ما تليش قادره على هاد المشاكل هاد المشاكل ديال الشك وداكشي، راه ما تليش قادره عليها. صافي هو واحد النهار كيبكي قال لها شوفي بنت الناس انا راه ماشي لخاطري، ويني هي صبرت وكتبغي راجلها، ويني داكشي داك الصبر فات القانون ديالو، فات داك الصبر كتر بزاف باش غادا تزيد تصبر. الراجل فين ما مشات هي شاده الخلعه، ديما فين ما مشات فين مشيتي فين جيتي دايره باش راجلها. واخا الانسان ملي كيكون باري كيخاف، كتقول لك انا غادا عداك غير ما عرفت غير التليفون ما يجاوبش ولا شي حاجه وغادي يتنوى فيا، غتبقى ديما الانسان عايش على اعصابه، عايش هو مخلوع. هذاك راه شاك فيه، هو عايش حياه مخلوعه. اي حاجه دارها، اي حاجه تحرك بها كيخاف الاخر يشك فيه. زعما الشك راه خايب، الشك راه من الوسواس من الشياطين. صافي واحد النهار هو ينوض هو يمد على يدو في الليل ضربها. صافي ملي ضربها الجيران هنا من طبيعه الحال ملي كيسمعوا كيعيطوا على البوليس، كيعيطوا على الكرابنيري، كيدخلوا. والكرابنيري هنا عندهم القانون، الدراري ما خاصوش يشوفوا الوالدين كيتضاربوا، ما خاصهمش يشوفوا الوالدين كيتضاربوا. صافي دخلوا قالوا لي السيد، قالوا لي غتخرج تهز حوايجك وغتخرج. الضربه القاسيه ديال المراه جاوبت البوليس كرابنيري، قالت لهم نخرج انا. قال لها البوليسي علاش تخرجي؟ قالت حنا القانون ديالنا خاصك تخرجي، خاص يخرج الراجل. قالت لي لا هذه دارو ضرب عليها تماره، خاصني انا نخرج. صافي البوليس احترموا القرار ديالها، خرجوها داوها للوطيل. من بعد ما عرف فين سكنوها هما هنا الناس اللي مكلفين بهاد العائلات وداكشي زعما كيتهلاو فيهم، داوها سكنوها وداكشي. دخلت القضيه للمحكمه، بداو تيديروا، بدات كتقول لي ما ودي كتمشي للمحكمه. قالت لهم انا راجلي كنبغيه واخا كيضربني، حنت ماشي الخاطر، حنت ملي ما كانش هاد المشاكل ما كانش كيضربني. راه شيخي هو السبب ديالي، وانا سمعته بالودن ديالي، هو السبب ديالي انا وياه. انا راجلي بغيت، هو الراجل قال لي مودي انا دابا مرتي وولادي يرجعوا للدار، انا اللي نخرج راجل وهما يرجعوا للدار، ونبقى نصير على ولادي وداك الشيء حتى يدير الله ما دار. هي دابا بقوه كتبغي راجلها، دايره 3 المحاميين على راجلها باش راجلها يرجع عندها للدار لولادها. وحكمت المحكمه باش هذاك العجوز ما يبقاش، سمحوا لي كاين الهضره برا، باش ما يبقاش يجي هذاك العجوز يسكن معاهم ولا اي واحد من العائله، باش دوك الاولاد يعيشوا عيشه كريمه، وما ما يجيش شي واحد زعما يرول ليهم الحياه ديالهم. وتنتمنى ليها هاد السيده اللي بغات راجلها يرجع ليها وترجع الماء لمجاريها، حيت هي بغات راجلها. وهو حتى هو زعما كبرت في عينيه ملي كيشوفها كدافع باش تردو للدار. ويني هذاك السيد الله اعلم مسكين واش مرض فيه هذاك الراجل كبير، وشنو اللي خلاه كيدير هذا الشيء. ضرت بغات تجوز شيخه باش تهنا من المشاكل، وشيخه ولا كيتخير تيقول هذه سمراء هذه بيضاء هذه، مهم ما بغاش. المهم هذا هو فيديو ديالي جديد اليوم. فضلا وليس امرا ما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك ديالكم، ومع موضوع مشاكل عائليه في اوروبا. ومع السلامه، وما تنسونيش خدي من اللايك والاشتراك.